في واحد انت ممكن تعامله ما انتش عارف هو النهارده مزاجه حلو ليه، هو بكره مزاجه وحش ليه، هو قلب فجأة ليه، هو قفل ليه، هو النهارده مبسوط ليه، هو ماله النهارده طيب كده، واي حد يقول له اي ده احنا المود المتقلب، ده احنا البني ادمين، انما ان ربي على صراط المستقيم. ربنا المؤمن انت امن في تعاملك مع الله، ربنا واضح في تعاملي مع البشر. يعني سهل جدا انك لما تفهم سنن ربنا في القرآن انك تعرف هو المجتمع الوقت عايش في ضنك وهم ليه. يا عبادي انما هي اعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هو الابتلاءات بتزيد في حياة الناس ليه؟ هو الواحد لما بيعبد ربنا بيفرج كربه ليه؟ هو ربنا معاملته واضحه يا جماعه، هتعبد ربنا وهتخلص لربنا وتقبل على الله سبحانه وتعالى وهتشتري نفسك من الله بالعباده، وهتعتق نفسك من النار بالدعوه الى الله، وهتخرج من سنن العقوبات العامه للذنوب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهتلتحق ببيئه ايمان، هتلاقي معامله متغيره في كل حاجه. هتحط نفسك وسط العصاه وتاكل وتشارب اهل المعصيه واهل جحود نعمه الله سبحانه وتعالى، وتعرض عن الله وتنشغل عن الله. هتلاقي نفسك زيك زي غيرك في العقوبات العامه اللي بتتنزل على المجتمعات. معامله ربنا واضحه. اللي يقول لك هو ربنا بيعاملني كده ليه؟ طب هو اشمعنى؟ طب مش اشمعنى، انت عارف كل حاجه. انت عارف كل حاجه، وانت عارف ايه اللي ناقصك، وانت عارف حكمه ربنا في بيبتليك ليه، وانت عارف انك محتاج الابتلاء، وعارف انك انت ما بتجيش وما بتنصلحش حالك غير لما بيحصل في حياتك امور بتحوجك لربنا. اما بتحس انك ما انتش محتاج، ان رآه استغنى، بتبقى اسوأ ما تكون. تعرف نفسك وحاكم على نفسك، طب ما تنصلح مع الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. 4 كلمات فيهم حل جميع مشاكل حياتك. 4 كلمات: فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني. 4 جهود لما بيبقوا موجودين في حياتنا الله بيغير لنا حياتنا. 4 جهود، مش 4 يعني أعمال بدون إحساس قلب وبدون توجه وبدون توقف. 4 أعمال عايزين وقفات. الله سبحانه وتعالى بيغير بهم حياتك لما بيتحولوا إلى جهود حقيقية في حياتك. لما الواحد بيقرأ سورة الفاتحة بيحس ان من اسمها كده دي السورة الفاتحة اللي بتفتح، دي السورة اللي طول ما هي معاك لن يغلق امامك باب من ابواب الحياة باذن الله سبحانه وتعالى. 4 جهود في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جهد الثناء على الله، جهد الذكر والثناء على الله. اياك نعبد، جهد العبادة والتبتل. جهد الصيام والقيام، جهد اقامة الصلاة. إياك نعبد 3 وإياك نستعين، جهد الدعاء، جهد التوسل، جهد فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني. جهد الدعاء والتوسل والتوجه والتلهف على باب بر وإحسان الله. الجهد الرابع: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جهد علو الهمة في طلب الحق، جهد أن تعلو همتك في معرفة مراد الله وفي الاستمرار والثبات على مراد الله سبحانه وتعالى. الصابرين والصادقين، الصابر على مراد الله والصادق في أنه لا يخير بين الله وشيء إلا اختار الله، فلا ينشغل عن مراد الله بشيء مهما أغراه ذلك الشيء ومهما زين له ذلك الشيء، لا ينشغل عن مراد الله بشيء، مركز مع ربنا. سورة الفاتحة ال4 جهود اللي لو في حياتك لن يغلق دونك باب، لن يغلق أمامك باب.